السلام عليكم، يسعد لي صباحكم ومساءكم كل اوقاتكم يا رب. طمنوني عنكم يا رب تكونوا بألف خير وانتم عم تشوفوا الفيديو اليوم. خلونا نصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بتمنى منكم اذا كنتي جديدة على قناتي بتمنى تشتركي بالقناة ليصلك كل شي جديد انا بنزله، وبتمنى منكم تحطوا لي لايك على الفيديو. ربي يسعد لي كل اوقاتكم ويجبر بخاطركم يا رب. لا هون هي قهوتي الصباحية. فقت اليوم هيك على بكير متنشطة. كان عندي موعد مشان اروح القح عسولة عفوا لحد الان بقول غزولة يا ربي دخيلك اسماء هيك على القافية يعني. فهيك قمت صحصحت لميت البيت شربت قهوتي وحضرت فطور للولاد كمان، ورحت لقحت عسولة. سبحان الله انا اللقاح ما بحبه للولاد، مو انه ما بحب اللقاح، غزة الابرة ما بحبها للولاد، بس اما اللقاح لا كتير مفيد للولاد. الحمد لله لقاحاتهم كلها يعني اعطيتهم اياها. فوالله هيك رحت قضيت مشواري الصبحيات ورجعت. واعطوني رايكم هيك بفنجان القهوه مع الوردة. دخيل قلبكم. انا هون طبعا بلشت بتتبيله الفروج ببطاطا. هلا قبل ما هيك انسى يعني كونه الفيديو مسرع، هلا هون حطيت 3 معالق لبن وحطيت برشة ليمون، والبهارات حطيتهم نص معلقة بهار ونص معلقة زنجبيل ونص معلقة هيل ونص معلقة قرفة، وحطيت فليفلة حمراء كمان، هي حسب الرغبة حسب من الفليفلة عندكم. وحطيت نص عصرة ليمونة، يعني نص ليمونة عصرتها. وحطيت نص كاسة زيت زيتون، وحطيت ملح، حطيت كمان دبس فليفلة ودبس بندورة معلقة بمعلقة، وحطيت شفتوا معلقة ثوم، وخلطتهم كتير منيح. طبعا خلطتهم هيك مثل ما شفتوا، بس للصراحة انكسرت ايدي يعني لو كنت مطالعة على البلاندر وخلصانة، بس لا هيك يعني قلت بدي اتورجيكم مهاراتي. هلا شوفوا انا ما حطيت كزبرة، هاي التتبيلة غير كل مرة يعني بتبل فيها على فكرة، وكتير كتير طيبة يعني. هيد الفروج ببطاطا عن جد كتير هيك لذيذين، والبطاطا لها تتبيلة غير تتبيل الفروج، عرفتوا كيف؟ بس والله للأمانة يعني كتير كتير طيبين. سبحان الله أنا سبق وحكيت إنه الفروج سبحان الله وقت بتتبلوه بزيت الزيتون بيعطي طعم أطيب بكتير من زيت النباتي، من زيت الأبيض. ما بعرف، جربوها وقولوا لي كمان رأيكم. هلأ هون جينا على البطاطا، حطيت كمان نص كاسة زيت زيتون، حطيت ربع معلقة كركم وكزبرة ناشفة، وحطيت بودرة ثوم وبصل كمان بودرة، وكمان فليفلة حسب ما انتو عندكم يعني، وبس هيك. وحطيت ملح. هلا البهارات انتو بتقدروها تقدير حسب كمية البطاطا اللي عندكم وحسب كمية الفروج اللي عندكم. والمقادير البهارات رح اكتبها كمان بصندوق الوصف مشان اذا حبيتوا تجربوها ما هيك يعني بسرعة تاخدوا الوصفة. عن جد كتير طيبة. هلا هي كمان انه غير الفروج البطاطا اللي بنعمله، هي لانه مطفاي بالثوم والحمض والزيت، يعني هيك بس تستوي وهي سخنة هيك بتحطوا هالثوم والحمض والزيت هيك بتطفوها، يعني عن جد بتطلع طعمتها شلل. ولحتى مو انه حطينا زيت زيتون، الزيت اللي بيكون يعني مصفي من انه بعد ما تستوي هذا الزيت كتير طيب، يعني هي السقسقة هيك يا سلام والله غير شكل. وطبعا يعني اكيد بدي احطها يعني احط لها ورق سلوفان، وقبل الورق السلوفان اجباري ورق زبدة مثل ما بتعرفوا. هي هيك مثل ما شفتوا قصيت ورق الزبدة بشكل دائري، يعني عم بورجيكم مهاراتي لكن مشان تعرفوا مين زهرة. اي والله. فهون انا عم بقلكم انه هذا الفروج البطاطا عن جد تتبيلته كتير طيبة، لانه انا عندي ابيضان ابدا ما بيحب الفروج، يعني بشكل عام اذا بدنا نجيب هيك فروج بيتضايق انه لا مثلا خلينا مشاوي وهيك. فوقت
عملت له هي الاكله، لا عن جد قال لي كتير كتير طيب. فيعني بشهاده ابو يزن وبشهادتي قال لي عبالكم جربوه ان شاء الله بالف هنا. هون بدي اعمل كريم توم. الصراحه هي يعني تاني مرة بدي اعمل هاد الكريم التوم. انا الصراحة مو زيادة ما بحب هاد الكريم التوم لانه فيه انه بيض ني، فما بعرف يعني ما انه خطر لي اعمل اللي بالنشا ابدا. فمثل ما شفتوا حطيت بيضة كاملة. هلا هو الاحسن ينحط بياض بيضتين بس البياض، فانا مشان ما انه هيك اكب الصفار حرام قلت ما في مشكلة حطي انه بيضة كاملة. هلا هو ما بيأثر بس انه مشان لونه بيغمق شوي 10 11 مثل ما شفتوا. حطيت كمان 3 حبات ثوم وحطيت عصرة ليمونة وملح، وضليت احط زيت مثل ما شفتوا لوقت ما سمك معي القوام. وابدا يعني ما انه بدكم تحطوا كتير زيت، لا تقريبا حطيت نص كاسة مي، نص كاسة شرب واقل تقريبا، لانه بدكم تحطوه على شكل خيط يعني تدريجيا. هون مثل ما شفتوا ما شاء الله استوت يعني نظامي. فهلا بس بدي احمر الوجه. شوفوا لي بالله هالصحون شو حلوات، الله يعطيه العافيه يا رب. ابو يزن هلا هيك اشتراهم هو رجعان، شافهم حلوين قال هدول بيعجبوني يعني. الله يرزقك يا رب يا ابو يزن. ليش متعذب؟ عذابك روحة. عذابي روحه. اقول لك عذابك راحة عذابك روحة. الله يرزقك يا رب يا سيدي، كتير حلوين عن جد. الله يعطيك الف عافيه يا رب. بس تفضلي صفات شوي جد هيك حلو الابيض الصادق. تغيير شكل يعني مربعات مو مدورات. الله يرزقك يا رب. بس كنت تاخذني مش بك، كنت تاخذني مثلا. اوريك المدورات. لا يا حلوات الله يرزقك يا رب. الله لا يسعد الله. هلا هذا الصوص يلي فوق الفروج هو عبارة عن ليمون وثوم، ضفت زيت زيتون كمان بيعطي طعمة رائعة له، وأكيد الملح يعني. هلا بدي أقولكم بالفيديو السابق في صبية قالت لي إنه بدها إنه أنصحها مثلا شي لعلاج تساقط الشعر. هلا أكيد كلياتنا شعرنا بتساقط يعني، فأفضل شي أو يعني أول شي أول خطوة المفروض إنه وحدة تعمل تحاليل يعني تطمن على جسمها، مثلا فقر الدم، الغدة ممكن، لحتى نقص الفيتامين دي كمان بيعمل تساقط شعر. وتطمني كمان على يعني على الدم انه اذا واحد معه فقر دم او لا. اذا كان كله سليم ان شاء الله، فانا بنصحك يعني بخلطة انا بعملها بالبيت. ما بعرف اذا بتحبوا كمان اشارككم اياها. انا بعملها الي ولغزولة يعني. هي عبارة عن حب قرنفل مثلا مع كاستين مي، وبحط حب قرنفل وورق غار والروزماري معروف اكليل الجبل كمان. اذا بدكم بورجيكم شكل النبتة يعني. بخلطهم عفوا بغليهم على الغاز وبعيفهم ليبردوا، وبعدين بصفيهم وبحطهم ببخاخة وبستعمله لفروة الرأس. عن جد كتير ممتازة. ولحتى يعني انه للولاد وقت بتبخوها ريحتها عن جد يعني بتبعد الامل، لانه ريحة القرنفل كتير قوية. عرفتوا كيف؟ وابدا يعني ما بتعمل اعراض الا اذا مثلا وحده بشرتها حساسه ممكن تعمل لها حكه. واكيد يعني انا بستعمل هلا بجوز تضحكوا علي طبعا كنت استعمل هلا لا الحمد لله وقفت يعني زيت الزيتون الاصلي مع بياض بيضة، اخلطهم كتير منيح واحطهم لفروة الرأس. عن جد هاي رهيبة رهيبة. طبعا ابدا ما تفكروا انه البيض ما بيطلع من الشعر، لا لا، قد من كان ما شاء الله سميك وطويل لا يعني بينضف
بكل اريحيه، يعني بتحطوا مرتين شامبو ابدا بتحسوا خلاص نظيف، وابدا ما في ريحه زنخه ما زنخه. يعني انا عبقلكم ابدا ما في زنخه، يعني انا مجربته. ايه، فبتمنى هيك اكون نصحتك وفتك بهدول الوصفتين ان شاء الله، هيك مع عافية ومع قلبك شر. وكمان في كتير زيوت مثل زيت الجرجير كتير مفيد للشعر، ولحتى في زيت هو اكليل الجبل، بس كونه نحن عم نستعمل انه مثل المي، انه العشبة اذا غليناها خلص يعني كمان مفيدة. ولحتى الزيت الزيتون والبيض، بياض البيضة وقت بتحطيهم على الشعر لحتى بيعطوا بعد ما تغسلي الشعر، طبعا بيعطوا هيك ملمس حلو للشعر، النبرة بتروح، النفشة بتروح. عن جد زيت الزيتون كتير بحسه هيك حلو بيطلع على الشعر. ايه وبس هيك. وهلا هون شفتوا بعد ما خلصت لميت المطبخ وهيك قلت بدي اعمل رز بحليب، بس هالمرة الرز بحليب غير كل مرة. هلا هون طبخت الرز بحليب، طبعا حطيت الرز وحطيت المستكة هي الخضرة، وحطيت هون الفانيلا. ايه وبلشت هيك بدي هلا اصبه بالصحون. على فكرة الرز بحليب هلا انا ما ورجيتكم من اوله، لانه كنت عبجلي سويت الغاز وحطيت الرز بحليب بقلب الطنجرة. انا بحمي الطنجرة كتير منيح، بسخنها وبحط الحليب، بيعطي هيك طرطقة وهيك. عن جد هي هيك الطشة مثل ما بيقولوا لها، عن جد هي بتعطي طعمة للحليب بتجنن. يعني بتقلب الرز بحليب كليا عن طعمته الأساسية، عن جد كتير بتعطي طعمة طيبة. هي وهون هيك بلشت أصبه، بسم الله ما شاء الله، عن جد منظره بشهي. هلأ بدكم تقولولي ليش هيك صيب بنصاص نصاص. هلأ هون بدي أعمل رز بحليب مبطن، فهالمرة رح أعمل مبطن بالبرتقال ومبطن بالرمان. ما بعرف إذا حدا مجرب هاي الشغلة إنه مبطن بالرمان. هلأ هو أنا الصراحة أول مرة بدي أعمله، يعني تجربة، ولا مرة إنه عملتها من قبل. كان عندي رمان وعصرته وطلعت يعني كمية بس 5 كاسات. هلأ هون عندي 5 كاسات عصير رمان، حطيت لهم 3 معالق ونص نشا وبس هيك. يعني انه هي مثل اسمها بالوزة او مبطن بالرمان هيك يعني. ما بعرف انتو ايش بتسموها. هلا هيك بدي اضل احركهم على البارد، بعدين بدي اشغل الغاز على العالي، يعني بسرعة بسرعة بينطبخوا، ما انه والله بيطولوا، بالذات كمية قليلة يعني. هلا الصراحة يعني المنظر حرفيا حلو وهيك بيشهي انه واحد ياكل، لحتى طعمته طيبة. هلا اللي بيحب الحوامض بيتقبلها مثل عادي، لانه عن جد طيب، ما انه مو انه لا مو طيب، لا لا، يعني لحتى عائلتي حبوه كونه اول تجربة، وانه هيك بالرمان غير مختلف عن البرتقان، يعني طيب. وقلت لكم اللي بيحب الحوامض عن جد يجربه وبيدعيلي، بس اللي ما بيحب الحامض لا لا يعملوا مشان ما يضيع علي. هلا هون الرمان عندي كان يعني حلو، هو ابدا مو حامض، يعني رمان للاكل بس. وزدت انا معلقه سكر، فعلى الطبخ يعني هيك حسيته شوي حمض، عرفتوا؟ فحمضيه بس مو كتير يعني، بس انه حمضيته ظاهره بس مقبوله. بس عن جد بسم الله ما شاء الله، شوفوا لي على الالوان، بسم الله ما شاء الله، عن جد هيك يعني حلو، هيك الوان الاحمر مع الابيض. والله هيك كمان طبخت بالبرتقان. عن جد يعني اللي عنده هيك اطفال فهيك بتدللهم بهيك شغلات، بيقولوا ماما عم تنجز لنا كرمالنا. الله يحمي لكم اطفالكم يا رب، ويحمي هيك اطفال الجميع. إيه، فانه بتعرفوا هيك اطفال بتشتهي، وبالذات هيك يعني وقت الام هيك بتدلل ولادها. الله يحميهم يا رب. ايه وهلا هون بعد ما خلصت قلت لكم انه كمية قليلة بسرعة بتصير، فكمان سويت البرتقان هلا من بعد الرمان. قال لي ابو يزن، قال لي بقي تعملي الليمون. ايش عم تخترعي؟ قلت له عادي، يعني واحد بيخترع، بيبتكر يعني بيبتكر شغلات من عنده. اي والله. هلا هون هيك مثل ما شفتوا صبيت
الرمان، وبلشت كمان بالبرتقان. ايه كمان حطيت يعني قد بقد الرمان والبرتقان. كمان حطيت نشا وكمان تحريك على البارد. ابدا يعني طبخه كتير سهل، حسيت طبخه مثل الجيلي. احلى شي عندي ابيض وقت بكون عم بطبخ وبشتغل بالمطبخ، طبعا الاكلات اللي الغير معتادة عرفتوا كيف، بيقول لي الله يستر شو عم تعملي. ايه فوقت بيدوق بيقول لي لا طيب يعني 10 من 10. مثل وقت عملت بزماناته الكيك السبانخ يقول لي يا ربي دخيلك ايش عم تعمل هالمخلوقة. فوقت اللي داقه لا قال لي عن جد كتير طيب. وهلا كمان عم بيقول لي رمان وهيك. اول سمعة قلت له ايه يلا هلا بس يستوي بده. ايه فوقت داقه قال لي لا عن جد يعني طيب. ايه بس سبحان الله عطول هيك بيكسر بقدراتي. بس عن جد انا يعني اذا شغلة مثلا ما زبطت معي هيك انه نظريا وهيك ما دخلت لمخي يعني بالطبخ انه ما يركبي على بعضها ما بعمل الصراحة. فاذا شيء انه تمام يعني بقبله العقل ايه اوكي بجربها، يعني واحد حلو التجريب. بس اما هيك يعني شيء مخبص وهيك فلا لا لا ما بعملها. عرفتوا شلون؟ والله بالله شوفوا لي على هالمنظر، بسم الله ما شاء الله عن جد يعني المنظر بشهي. هيك خرج عزايم مثلا، عيد ميلاد، مثلا هيك للولاد لحتى حتتبلل هيك ولادة. ايه وانا هيك عملت كمان صحون لحالهم، يعني اذا مشان الاولاد اذا بدهم اياهم بدون رز بحليب. ايه عن جد منظرهم بشهي. يعني هيك بالذات اللون هلا هيك الابيض انكسر بالاحمر، يعني عن جد كتير طلع مرتب. هلا جينا لاخر مرحلة بعد ما بردوا الصحون. هيك بدي ازين الصحون وارتبهم، لانه هيك الزينة والترتيب هيك هدول اللمسات الاخيرة. ايه فهيك حبيت ازينهم بهالمنظر بهالموديل. كمان انتوا اعطوني رأيكم. عن جد حسيتهم ما شاء الله هيك منظرهم يعني مغري هيك للاكل. عن جد كتير حبيت الالوان يعني وهيك يعني موديلاتهم. الحمد لله رب العالمين. وانتوا كمان كتبوا لي هيك بالتعليقات كمان هيك شلون شفتوا لي اياهم، وقلت لكم يعني اعطيتكم رأيي الصراحة يعني بأمانة، انه شلون اللي بحب الحوامض يعملون، واللي لا ما يتورط. ولهون حبايبي بكون خلص روتيني لليوم. بتمنى اذا عجبكم ما تنسوني من اللايك والاشتراك تعليق حلو مثلكم. ربي يجبر قلبكم ويجبر خاطركم ويحفظكم. وما تنسوا تشاركوا الفيديو لرفقاتكم عشان يصل لعدد أكبر من المشاهدة ويستفادوا وأستفاد. ربي يسعد لي كل أوقاتكم وربي يسعد لي قلبكم. ولهون بقلكم سلامات بأمان الله.